السلام عليكم. النهارده هنعمل محشي الخاص. هو مبدئيا كده احنا مش هنسلق ورق الخاص خالص، احنا هندبله ازاي؟ هنجيب الخاص قبلها بيوم، هنغسله ونخصخصه، يعني هنخصخصه، هنقطع الورق من الخاص وهننشره كده على حاجة قطن كده على الرخامة، اي قماشة قطن هنفرشها على الرخامة، وبعدين هنحط عليها الورق ننشره يوم كامل. يعني احنا لو هنعمل محشي النهاردة يبقى امبارح نجيب الخاص نغسله ونخصخصه من الورق بتاعه وننشره على اي قماشة قطن ونفرشها على الرخامة. ممكن يفضل كمان تكون القماشة دي تحت مصدر للضوء، يعني تحت شباك المطبخ كده. تاني يوم هتلاقي الورقة دبلت لوحدها من غير اي مجهود ولا اي حاجة خالص، ولا هتسلقي ولا هتحطي في ميه دافية ولا اي حاجة خالص. يلا بينا نشوف الخلطة اللي هنعملها. الخلطة اللي هنعملها للخس يفضل ان هي تبقى خلطة على البارد، بمعنى ان احنا مش هنحطها على النار كتير ومش هنسبكها. هنا بصلتين متوسطتين انا خرطتهم بالسكينة، وفيهم فصين كبار من الثوم. هنزل عليهم بمعلقة من الملح، معلقة صغيرة كده من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة يعني قولي معلقتين صغيرين كده من بهارات المحشي، دي بتيجي جاهزة من عند العطار. وهنمسك بقى البصلة بالتومة مع شوية التوابل دول، وهنفركهم كويس قوي لحد البصلة والتومة ما يتبلوا. نسيت اقول لكم كان في نص معلقة صغيرة من الكمون، طبعا اللي بيحب نكهة الكمون يقدر يزود عن كده. يعني فلفل اسود، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقتين صغيرتين من بهارات المحشي. قلنا البهارات دي بتبقى جاية جاهزة من عند العطار. بعد ما دبيتهم حطيتهم في حلة، ضفت لهم معلقتين من الزيت وحطيتهم على النار. مش هسبك البصله كتير قوي ولا هحمرها، يا دوب بس اشم ريحه الثوم، انا مش عايزه ادي البصله اي لون. اول ما اشم ريحه الثوم هنزل بالطماطم اللي انا عاملاها، دي طماطم طازه هضربها في الخلاط دلوقتي. مش هسبك الطماطم برضو قوي، يعني يا دوب كده خلص من السوائل اللي فيها واسبكها نص تسبيكه كده. ده معلقتين كوبايتين من الرز يا ربي، وثلاث ربط، ربطه شبت، ربطه بقدونس، ربطه كزبره. هغسلهم كويس. طبعا نسيت اقول لكم بيتغسلوا ازاي. بنجيب الخضره ننقي منها العيدان الوحشه، وبعد كده بنحطها في ميه ننقعها حوالي 10 دقايق، وبعدين بنغسلها وبنصفيها من الميه تماما. هجيب بقى التسبيكه وهنزل فيها كوبايتين الرز وهقلبهم، وبعدين هضيف بقى الخضره بالراحه كده، كل حاجه بالراحه وما بتاخدش حاجه. يعني والله العظيم الخلطه ما خدت مني وقت. طبعا لو عندك صلصة جاهزة تقدري في المرحلة دي برضو تضيفي معلقتين من الصلصة، هيدوها طعم ولون، بس انا بصراحة ما كانش عندي. هجيب بقى الحلة، هعمل لها فرشة كده في الارضية، هجيب شوية من الخضرة اللي انا قطعتها وبصلاية وسط كده هقطعها حلقات وهحطها في ارضية الحلة. طبعا ديت بتدي طعم حلو قوي للمحشي بعد ما بيستوي، وكمان بتحمي اول سطر للمحشي من انه ينحرق. تمام. هجيب بقى شوية كده من الخلطة، وده الورق بتاعنا اللي احنا دبلناه بدون اي مجهود. هنجيب بقى طبعا عشان يبقى شكل المحشية كويس ومش مهرجل، مش هنحط كتير قوي من الخلطة في الورقة عشان تبقى صغيرة كده وسمباتيك وشكلها حلو. تمام كده. هحط بقى شوية، اول ما هاجي الم الورقة هلمها على جنب عشان تبقى زي السمبوسة كده، زي الحجاب. انا كان ممكن الفها لفه زي لفه الورق العنب، بس انا بصراحه حبيت قوي لفه الحجاب دي لان بيبقى شكلها مميز قوي على سفره لو في عزومه او عندك ضيوف، خاصه ان محشي الخاص ده بيبقى مميز جدا وفي ناس كتير بتحبه. اعمليه، بس جربي تعمليه بالخلطه دي، تحفه تحفه تحفه. وعلى البارد، يعني ايه على البارد؟ يعني ما بتسبكش قوي، بيبقى خفيف كده على المعده، ما بيعملش حموضه ولا بيبقى تقيل في الهضم ولا اي حاجه. صدقوني جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم. طبعا اللي مش مركز قوي المحشيه بتتلف ازاي، انا بحط كميه الرز وبجيبها على جنب وبمشي بقى على هذا المنوال زي لفه السمبوسه بالظبط، سهله جدا يعني. تقدري تعيدي المقطع ده مره واتنين وتلاته والله العظيم هتلقطيها، يعني بسيطه جدا.
انا كده عملت اول سطر في الحله. هقفل بقى الفيديو عشان ما يطولش عليكم، وهكمل الحله واوريها لكم بعد ما تخلص. طبعا انا كده كنت خلصت كميه الخس اللي معايا كلها، شايفين في شويه، بيبقى في شويه ميه كده في التسبيكه، لان طبعا انا كنت عاملاها على البارد مش ناشفانه قوي، فانا بحطهم عادي كأن هما زي الشوربه، وبعد كده بزود شوربه. اهم حاجه ان العقد بتاع الشوربه ما بيبقاش باين في الحله، يعني اول سطرين من فوق كده ما بيبقاش فيهم ميه خالص، عشان الرز يبقى طالع معاكي مظبوط، لان محشي الخس خفيف ما بياخدش ميه. في الاول هسيب النار عاليه عليه لحد ما يغلي ويشرب الميه بتاعته كلها تماما، يعني يبقى فيه ميه بسيطه كده. هوطي عليه لحد ما يتردد حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. وده كان شكله بعد ما استوى. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، يا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك ليه واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.